يشبع يا ربعي رفيعنا المقام في صهوة الأمجاد ما معكم خشود إنها للردات مروين الحسام وأهل الثلاث المثبته وأهل العاشر بالشعر نخوة وللسعاطير الدحام في راس من في لابته شايش تجار ما عاد فيها لا مشاريه وملام العز والنماس مدعاة الفخر يشبع يا ربع رفيعين المقام في صهوة الأمجاد ما معكم خشب في صهوة الأمجاد ما معكم خشب إن أهل الردات مروين الحسام وللثلاث المثبته وللعشر مذلهين الجارح من الجهام دخيلنا يسلم ولو يزبن قبل عفوننا ما مثلها بنا لنم تضرب بها الامثال ما تحصر حصر تضرب بها الامثال ما تحصر حصر دولة غزيناها وقام الحظ قام عزوتنا الغلبة ومحزمنا الظفر رجالنا جبناه من غير النظام من سجنهم جبناه بالقوة جبر سدنا وسطر ما قبل حكم الإمام مع الإمام لنا مواقف وقدر مع الإمام لنا مواقف وقدر إن أهل البيرق ولا فيها عتام بيرق به السبع دايم منتصر يوم النجال بالتحدي واهتمام حنا أهل الناقة ولا فيها حقر من غير قاصر بالكرام وبالحشام لكن نقول الحق لازم ينذكر لكن نقول الحق لازم ينذكر بالحلال اسبيع ما فيها كلام الكل لنا قبل كثير من البشر فعل ما هو بقول والسلام الفعل حجة والحكي كثره سدر اي والله الطور لنا في كل عام الأول قسم السباع لاحظا الأول قسم السباع لاحظا بدا والمحترم له احترام المركز الأول اللابتنا حكر اللي يمثلنا ينزه للخصام من قيته لخصومها رعب وخطر أما بوضح لنا يجري الظلام ولا بحمر وشعل ولا بالصفر ولا بحمر وشعل ولا بالصفر اللي ينافسها ولو عاند يضام لا غرته ذوده ونافسنا خسر كل سند شناح مفهوقة سنام في ضف لابتنا ومرعاها قبر رزم الخشوم اللي وصايبها تمام لا منهم هالصجة بها سطر لا منهم هالصجة بها سطر لكن مضمون القصيدة في الختام بدا ما بمع الغلبة خشن لكن مضمون